صباح الفل مساء الفل من اي مكان وفي اي زمان. منورين يا جماعه. قعدتنا النهارده قعده محليه افريقيه، قعده منتخبنا. هنتكلم على كل اللي حصل في كاس العرب، وهنتكلم على البطوله الاهم اللي احنا نفسنا ناخدها او حتى نعمل فيها حاجه كويسه. معاكم رضوان مارك حبيب. ايه الاخبار يا جماعه؟ عامل ابو رضوي. الحمد عاملين لله زي ايه؟ ايه الفل. الاخبار؟ عاملين ايه؟ افريقيا خلاص. خلاص، افريقيا هي خلاص فعلا. هي خلاص. لا حاسين ايه بقى الدنيا؟ طب نبدا بكاس العرب كده، ماشي، نشوف يا ريت. الكارثه يا اللي ريت. حصلت دي. يا ريت، يعني الموضوع ندخل مقرف على جدا افريقيا بصراحه. اه موضوع مقرف جدا. يعني اصلا الطريقه اللي جابوا بيها مدرب للمنتخب ده طريقه انت عره. شفت القصه؟ شفت ايه هاني ده؟ ابو ريده وقاعدين في قاعده، فحلمي طولان ما آه. تمسك انت، قال له امسك انا بقى خلاص. طب اختار كل اللعيبه ما عدا لعيبه المنتخب مصر الاولاني، اللي هو يعني خلاص يعني. لا هبل ف الصراحه اللي بيحصل ده مش. يعني طريقه اختيار مدرب طريقه عره، طريقه تفكير آه. هاني ابو ريده في البطوله عره برضو آه. اكتر من انت المدرب. عارف اصلا القصه دي؟ طبعا ف هل يخفى قال لا، القمر؟ بيقول هو لك ايه، قاعد اصلا حسام بعديها في البدري الاستوديو. لا المشكله الاسلوب اللي بيتكلموا بيه حلمي طولان ولا ده حسام البدري ولا طلعت يوسف. فجاه ايه ده؟ هاني ابو ريده دخل. هاني ابو ريده دخل. ايه ده؟ ايه يا اه جماعه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا المدربين دول كبار، ما اه ينفعش يقعدوا 3 شهور لا انت ولا. شفت في اللقاء ايه اصلا رايك في حلمي مع طولان؟ ابراهيم فايق، كان بيقول لك ما ينفعش نهينهم. انا مم. اتهنى عادي، فاهم؟ اللي هو انا عادي. اصلا مش عارف ازاي لا عدى الكلمه دي، ازاي حلمي طولان قالها لا في مع ابراهيم الصراحه. فايق قبل كده زمان يعني. حاجه مهزأه قال جدا له، قال لك بصراحه. هاني ابو ريده قال لي ما ينفعش نهينهم، يعني مدربين كبار ازاي نجيبهم من هنهم يعني، فاهم؟ لا الصراحه انا مش متخيل. بص انا ما كنتش متوقع سوء الاداء ده، حتى مش متوقع احنا ناخد كاس العرب، بس ما توقعتش ال... القرف ده الصراحه. اه لا ليه ليه هو ليه ليه بناء عليه ما توقعتش عارف ده؟ بص مش لدرجه ان انا اخسر من الاردن. احتياطي بتاع الاردن 3، لا تخسر عادي، انت اصلا انت بس اصلا مش لدرجه ان يا اسطى مين في القايمه كان يديك امل ان انت تكسب البطوله دي ولا تطلع من المجموعات حتى؟ مين في القايمه مثلا كان مش ممكن؟ فكره قايمه في امل، بس على الاقل ان يعني ما توقعتش سوء الاداء ده. انت كنت متوقع ان انت ما تعرفش تكسب ماتش حتى؟ اه ما طبعا تعرفش عادي. انت بتلعب الكويت يا اسطى. لا لا الكويت عادي عادي. الكويت ما هي ايه دي بص هي مشكله الاداره بس عندنا انها عندها نفس الفكره دي. ان لا هي إيه؟ لا عندها نفس الفكره دي، ان انت رايح تلعب الامارات والكويت، انت كده كده هتصعد لا الماتش. الامارات ما حصلش تقيله حاجه، بس. ما تطلع حلم طولان درب، فاهم؟ مم. ما هو نفس المبدا ده لو مشينا بيه ما طبيعي. لا هي البطوله على فكره، البطوله على فكره هم المفروض ما يتفاجئوش، لان هي من سنه 21 وخلاص. هي بانت ان كاس العرب اولا جوائزها اكتر من افريقيا، جوائزها اكتر من جائزه، فانت اه اكتر حد محتاج الفلوس. ايوه بس انت رايح بغرور وفي نفس بغرور الوقت زياده عن اللزوم قوي قوي، ما فيش نظام، ما فيش اه اي هو حاجه. عدم نظام اكتر منه غرور. يعني انت مش رايح غرور قد ما انت رايح عدم نظام لا بحت في عندنا بقى غرور هو في كده عندنا كده. برضو في الجيل اللي هو السبعيناتي ده. يعني انا مثلا عندي نقطه عايز اوضحها، حاجه من الحاجات اللي انا كنت محضرها قبل ما اجي. اولا اللجنه الفنيه نفسها اللي متاسسه 7 8 لعيبه اه من خيره شباب البلد. تعال نبص عليهم واحد واحد. محسن صالح 76 سنه، مم. اه علي ابو جريشه 77 سنه، حلمي طولان 76 سنه، حسن شحاته 78 سنه، حسن فريد 73 سنه، ونيجي بقى للناشئ بتاعهم او الشاب اه احمد حسن 50 سنه، فاهم؟ اه اللي هو ايه، احنا مبدأنا مش هنسمع كلام عيال صغيره في القعده دي. بالظبط. دي المفروض اللجنه اللي جايه لك اه عشان تخطط لك للكوره مم. بتاعتك للمستقبل، او الشكل المنتخب بتاعك هيبقى عامل ازاي. لجنه زي ما احنا قاعدين مع بعض كده، لجنه قعدة صحبه حلوه. لجنه اه تكريم. اه تكريم اسماء. بجد هم بيكرموا اسماء. اه هم طول اشتغلوا كبار وبتاع، طب ما نكرم، طب ما ياخدوا حاجه، والله ما يمسكوا اي حاجه. وبعدين فاهم؟ بالظبط كده. هو ده تيجي حرفيا اللي تبص بقى بيحصل. على اتحاد انا اللي انا بعتبره من احسن اتحادات كره ما تقولش القدم في المغرب. العالم دلوقتي، المغرب المغرب والله في احسن حته اتحاد موجود طبعا فوزي حته لقجع. ثانيه. رئيس الاتحاد اه 43 سنه اول ما خد المنصب، 43 سنه. شايف الفرق؟ احنا الناشئ عندنا احمد حسن اللي هو في التخطيط ده 50 سنه وسط ال 78. فهم عندهم المبدأ ده يا باشا. حسام حسن واخد المنتخب الاول مش عايز يحضر، خلاص يا حلمي ما تروح تمسك انت البطوله دي، خلاص هنخش ناخد فلوس المشاركه وخلصنا على كده. اه فالمبدأ ده الصراحه يعني لا المفروض مبدأ. يتغير شويه. وبعدين اصلا المفروض حلمي يتغير. طبعا عنده 76 سنه، يعني هيعرف يتشنك في الماتش؟ لا خالص. انا هبقى واقف مثلا في فرصه ضاعت، انا خطر مش خطر على متخيل. صحته اه كمان. والله خطر والله على بجد. صحته يعني. لا وبعدين رفض. مفيش اسعافات اوليه في الملعب، وبعدين ايه بيحصل هو مشكله اللي رافض لو محلل حصل له اداء حاجه. ومش عايز محلل اه اداء انا اقول لك على حاجه بقى، تقرير صحفي قريته وراح امبارح، باربعه يا ابني. ده بالنسبه لي كارثه، بس انا لسه ما اه اتاكدتش منه يعني. بيقول لك ان محلل الاداء اصلا ما راحش ليه، ليه؟ او محلل الاداء يعني اغلبيه الاعلام كان بيقول اه لك حلمي طولان ما بيعينش اصلا محللين اداء. لا اه اللي حصل كالتالي، دي لسه خبر قليل الصبح، وبرده ممكن ادي اللينك لعز ينزله في الحلقه، اه بس لسه ما اتاكدتش منه. بيقول لك محلل الاداء كان بيجهز اللقطات بتاعه المنتخب والمنتخب اللي ضدنا وازاي هنلاعبهم، ويديها للكابتن حلمي طولان. اه حلمي طولان ما كانش بيعرضها للعيبه كلها، كان بيعرض جزء صغير منها مم. للعيبه. فهو كان بيتضايق محلل الاداء ان مم. انا بشتغل الشغل ده كله، بعمل لك كلام عشان اه تديه 1% بس للعيبه.
فكان بيدي الداتا دي بنفسه هو للعيبه بعد كده عشان يركزوا برضو على أصلاً. نقط القوه ونقط الضعف. انا المفروض يبقى في محاضره اصلا للعيبه. ايوه ما هو في المحاضره دي حلمي طولان كان بيدي جزء بسيط بس 1% مم. او 2% من الحاجات اللي هو محضرها يعني. فطبعا حلمي طولان الخبر وصل له انت ازاي بتدي الداتا للعيبه وانت بتشتغل من غير ما ترجع لي، انت هتيجي تدرب مكاني احسن فاهم. طب ما انتش مسافر معايا قطر، وده اللي حصل، مسافر قطر وما خدوش معاه، مش مسافر معاه الخبر ده. وقال لك ان حسام الحضري وحد تاني من الجهاز كانوا بيحاولوا مع حلمي طولان ان هو يحلوا المشكله دي قبل ما تروح، بس لسه ما ظهرتش، ممكن قريب هتلاقيها ظاهره على الاعلام برضه المشكله دي، وما سافرش معاه واي حاجه. ما انا والله بقول لك الجيل ده هو اقل حاجه بالنسبه في لي الجهاز ده متوقعه الصراحه. وغير بقى طبعا المشكله المعروفه هو وحسام حسن حسام يعني ازاي يبقى في تفاهم ما بينهم؟ حلمي طولان طالع شاتم في حسام حسن يا جماعه وما يعرفش يدرب وما عندوش فكره وبعيد عن التدريب مش عارف ايه. ازاي الاثنين يبقى في بينهم تنسيق بالظبط؟ ده هو حسام حسن اكتر واحد هيتمنى ان المنتخب ما يعملش حاجه، اكتر واحد هيتمنى ان حلمي طولان يفشل 100%. لانه لو نجح حلمي طولان وكمل في البطوله وخدها وحسام حسن لا قدر الله حصل له حاجه في المنتخب الاولاني يقول لك طب ما كنا جبنا حلمي طولان يا جماعه هو كان قاعد، ما كنا جبنا. فاوصل يعني الاثنين مش طايقين بعض. احنا الفكره عندنا في الكوره بقى صعبه قوي الصراحه جدا. لا احنا بقينا والرابطه الاخ دياب دي مدحت شلبي بيقول لك طبعا عشان عندنا ماتش بيراميدز وكهرباء الاسماعيليه ماتش جماهيري جدا فعشان كده اهم من ماتش مصر. لا بس انا بص المنظور كامل ببص عليها مره بتلف بصراحة. ترجع تلاقي الاتحاد الكوره هو اللي سيء في الاخر. لا ده 100% برضه انا عايز افهم حاجه، يعني واحد زي حلمي طولان مع احترامي للكابتن حلمي طولان، نيجي نبص على السيره الذاتيه بتاعته. حلمي طولان اول ما بادئ تدريب من قبل الالفينات. ايوه مبطل بقاله اولا سنين. هو مش واخد رخصه تدريبيه لويفا برو ولا واخد اي رخصه تدريبيه. بس كتير في مصر ما عندهمش لويفا برو اصلا. ما علينا، هو واخد تربيه رياضيه حلوان سنه 74 دي حقيقه يعني. هو ابتدى في الامارات بعد كده راح الخليج العربي الخليج السعودي ما خدش ولا بطوله. جه مساعد مدرب في 2000 مع الزمالك ساعه ما خد الدوري والكاس كان مساعد مدرب. بعد كده راح مرن الحرس 6 سنين من 2001 ل 2006 ما خدش معاهم ولا بطوله، مع ان طارق عاشري جه بعده خد بيهم الكاس والسوبر فاهم. وبعد ده كله رجع للزمالك. فاكر انت الماتش بتاع 4-2 الكعب بتاع وليد سليمان وتريكا ساعتها خد كاس مع الزمالك. انت باقي لك اكتر من كام سنه دلوقتي 25 سنه في المجال التدريبي. اولا ما خدتش غير كاس مصر بس مع الزمالك، دي البطوله الوحيده اللي انت واخدها كحلمي طولان، فده السي في بتاعك يعني مبدئيا. تاني حاجه بقى انت الفتره دي كلها مش عارف يعني تطور من نفسك شويه. لا يعني تروح تاخد الويفا برو يعني هم مش عايزين. هم هو الفكره كلها على فكره انا مشكلتي مش ان هو اللي ماسك منتخب مصر، او مشكلتي هو في اللجنه الفنيه. مشكلتي في كل حاجه ان هو ما يبقاش اصلا السي في بتاعه مش اكبر. ده هم مش عايزين حد يعمل حاجه كويسه. هم عايزين حد متاح. مين في المدربين يا جماعه اللي قاعد في البيت متاح؟ حلمي طولان، حسن شحاته عشان كبير قوي والدنيا بالحب هيمشي بالحب. اختار اللعيبه اللي انت عايزها. مش عارف ايه ماشيه فهلوه بالظبط. هي فهلوه. لا وايه الكلمه المنتشره برضو لما اسامه نبيه طلع قال لك ده عمل عام، حلمي طولان ده عمل عام، ده مش عارف ايه، انا ما خدتش مرتب، انا ما باخدش اجر. اصل كل اي حد فشل ازاي ده مش واخد اجر يروح طالع ده عمل عام انا مش واخد مرتب. يا جدعان انا وطني جدا، انا بقيت اكره حته الوطنيه دي. مش واخد مرتب ما انت فاشل. انا مش فاهم انت فاشل. انا مش فاهم. طب ما انت بطوله واحده في حياته كلها فاشل. وهو سامر نفس القصه. لا الصراحه اللي بوظ جيل كامل دي حاجه بالنسبه لي يعني. لو واحد ذكي بربع جنيه الجيل اللي اسامه نبيه الكارثه اللي انت بتضيعه بدل ما تضيعه حاول تلحقه في البطوله دي. يعني هات منه 5 6 بالظبط. انت عارف لو البطوله دي فعلا كده 2005 مواليد 2005 واخدين الدوري، هات منهم 3 4 لعيبه جرب في البطوله دي ما خلاص. او كان يدخل البطوله دي بالظبط يعمل الاولمبياد يجهز الاولمبياد. خلاص انت بقى الجمهور عارف ان المنتخب ده انا مش داخل راح انافس على البطوله، انا بجهز المنتخب الاولمبي بطلع شباب بعمل. كيروش يا عم ما كيروش عمل كده. هو محمد بن عندك حد يعرفه من البطوله دي عمر عبد الكمال عبد الواحد كان عندي اعرفه. لا احمد رفعت ناس كتير جدا، حسين فيصل ناس كتير جدا. وفي الاخر كيروش ده كانت اللي هتلاقي اللجنه الفنيه دي كانت بتشتمه والاتحاد مش عايزه ومشاكل. طبعا يقول لك بياخد بالدولار ومدير اجنبي وعلى ايه وتعصبوا عليه لما قال لك ده في لعيبه ما عندهاش اساس الكوره. ما هو دي حقيقه. بعدين حوار الكيد ده يا جدعان مستفز ان هو واحد بيكيد في واحد. انا برضو تحس على بص على القائمه بتاعه البطوله العربيه عمرو السوليه انت ما خدتوش يا حسام حسن. طب بص بقى انا هاخده واكسب بيه البطوله. هو داخل اصلا مستهي في البطوله اللي هو ايه عمرو السوليه هاته. طب قفشه مش عاجبك هاته بقى. انا باخده كيد انا مش واخد الحاجه. لكن انا البطوله العربيه ايه اللي هيفيدني من السوليه؟ ايه اللي هيفيدني من نني؟ ايه اللي هيفيدني من قفشه؟ مصطفى نبيل كل الناس دي معديه 30. لا انا بجهزهم للمستقبل. لما كان بيطلعهم المنتخب كان بيلعب احسن شويه. لما كان بيطلعهم لا انا فكره مشكلتي في حاجه رضوان يعني الناس دي اللي انا بجهزها للمستقبل هي خلاص عدى عليها الزمن. ما فيش خطه يعني خلاص. ما هو اذا كان المدرب انت لو مش مجهزها للمستقبل ولا حاجه يبقى انت المفروض عامل حسابك تاخد بيهم البطوله.
بالظبط كارثه ما بقول لك هو كارثه. مش حاطط خطه للبطوله، فمش محضر لها، جايب مدرب، فاختيارات اللعيبه غلط، فان هو ما اجلش ماتش بيراميدز عشان اللعيبه تروح غلط. بالظبط، هي كل حاجه معموله غلط، ده فطلع الخرا اللي احنا شفناه ده ده من حقيقي، الاخر. ده فهو ده حقيقي. طبيعي جدا بصراحه، يعني كل المعطيات الخرا اللي في الاول دي طلعت لنا القرف اللي حصل في الثلاث ماتشات، فده طبيعي. وللاسف ده الخرا، يعني انا حاسس ان هو ممكن يكمل معانا في افريقيا، لان برضو عدم التخطيط، مع ان الكواليتي بتاع القايمه بتاع افريقيا ايوه ده اللي الجاية، عايزين ندخل بقى في افريقيا. انت ايه شايف ايه؟ انا شايف القايمه شايف حلوه. ايه؟ كنت لسه عايز اقول كده الصراحه. دي الحاجه احسن من 17 21. ايه احسن من بطوله 17 وبطوله القايمه دي بقالي كتير ما صح. يعني راضي عليها، راضي على القايمه لحد ما تقدر أسماء تقول يعني، 80 صح؟ اسماء القايمه. انت شايف كده برضو؟ انا حاسس ان هي اقوى من اخر بطولتين في 19. احنا طلعنا من جنوب افريقيا في دور الثمانيه. انا بتكلم احسن من اللي صعدنا فيها فاينل في 17 و21. حاسس كاسامي كاسماء احسن واخد بصراحة. صلاح في عزه، مرموش، يعني ما بريمو في ما فيش، البيك قصدي بتاعه. ما اعتقدش ان في لعيب تقدر تقول ان هو حسام حسن خسر كتير ان هو ما خدوش، ما اعتقدش ان في كده. ممكن قطه، بس ده قطة الوحيد بالظبط، اللي قطه او زلاكه، حد زلاكة، واحد من الاثنين دول. قطة. لكن الناحيه الثانيه يعني في المقابل هو واخد ابراهيم عادل وزيزو وامام عاشور وتريزيجيه ومصطفى فتحي، ففي دنيا كامله في دول. لكن كلعيبه انا شايف ان القائمه كويسه. بس غير كده بقى كمنظومه ما فيهاش تفاؤل خالص، يعني المنظومه بتاعتك ما تخلكش تتفائل. هناخد البطوله؟ لا مستحيل، الرابع مستحيل. هناخد البطوله؟ صعب جدا يا رب، بس ده صعب جدا طبعا. مفيش امل، مستحيل يعني. في امل طبعا، طول ما انت بتلعب في امل. بس لا على فكره أمل. لا ما فيش امل. ليه على اللي انت عايزه يا ماركو، بص حط رهان على اللي انت عايزه، مليون في المية. طب هنوصل تقريبا، حاسس ايه؟ هنعدي. بص انا في التوقعات قول لي بقى، مش هنعدي دور المجموعات؟ لا في التوقعات ان احنا هنطلع رابع اصلا البطوله دي. رابع؟ بس انت برضو لو انت طلعت يعني هنلعب ثالث ورابع وهنخسر. هنلعب رابع، هنخسر، هنبقى رابع، هنطلع بقى رابع البطوله دي. بس انا في حد ذاته برضو رابع دي كمنتخب مصر بالاسامي اللي موجوده دي، انت لو كنت عامل تخطيط حلو او انت مستقر اداريا، اللعيبه دي لعبت مع بعض كذا مره، اتعمل لهم معسكرين لعبوا فيهم كذا ماتش، اللعيبه اللي رايحه دي اسامي بس ما لعبتش مع بعض ما لعبتش مع بعض. يعني انت في الاخر هتيجي تضطر تلاعب ربيعه جنب ياسر ابراهيم عشان لعبوا مع بعض قبل كده في الاهلي. مش هتعرف تلعب حسام عبد المجيد. هي اكبر مشكله عندك الدفاع. انا شايف اكبر مشكله في القائمه دي الدفاع. خط النص لعب مع بعض امتى فين برضه؟ بس قشطه يعني. لا عادي، هو ممكن يلعب مروان عطيه وامام عاشور ساعتها. تمام، هتزنق زي زيزو تحت، مش هينفع يتزنق معاهم تالت. اما انا بقول لك ممكن يعني هتضطر ترجع بقى ايه حمدي فتحي، اللي هم كل الناس دي كانت بتلعب مع بعض في الاهلي قبل كده. فاهم؟ بس حمدي فتحي مستواه قوي الفتره الاخيره الصراحه. هتعمل ايه؟ هتلاقيه بيلعب بيها اساسي في الاخر، هتلاقيه بيلعب بيها اساسي. طب انت متوقع التشكيل ايه يا حبيبي اول ماتش؟ تعال نتكلم على ماتش زيمبابوي، نخش في التشكيل. متوقع مش متمني. لا التوقع اللي هو حسام حسن ممكن يبدا بيه كالعاده ربيعه بيحب وبيموت فيه، حارس الشناوي مع الغلطه اللي غلطها مع جنوب افريقيا ولا كأن حصل حاجه عادي. غلطه نيجيريا اللي لسه حاصله. نيجيريا قصدي يا سوري، نيجيريا هيلعبوا كده هيلعبوا. ما بيخرجش، هيلعب ربيعه مدافع طبعا 100%. جنبه مين بقى؟ ياسر. هيلعب بياسر. هاني طبعا كابتن الناشئين بتاعنا. كابتن هاني طبعا على اليمين، على الشمال حمدي. خط النص حمدي برضه، حمدي فتحي ومروان عطيه، وقدامهم اسمه ايه ابو شعر ابيض ده، امام عاشور. والثلاثي المرح قدام مين بقى؟ مصطفى محمد، مصطفى مرموش، صلاح وتريزيجيه تريزيجيه وزيزو هيحاول يدخلهم في النص في الماتشات السهله، في خط النص كمان، او يزنقهم مثلا. مش اول ماتش سهل، مش صعب. ما هو ممكن اول ماتش ما تبقاش تختلف، بس هي دي التشكيله اللي هينزل فيها في الجد. يعني في الماتشات الصعبه هي دي تشكيلته اللي هينزل بيها. مش دي اللي انا عايزها، بس هي دي اللي انا متوقعها. طب ايه اللي انت عايزه؟ اللي عايزه بص، اولا 4-2-3-1. لا انا هقلبها 3-3 علشان حمدي فتحي ما ينفعش يلعب 4-3-3 ولا مهند لاشين، يعني مع احترامي من اللعيبه ما ينفعش يلعب. انا 4-3-3 بتفيدني في حاجه ايه، ان انا بعرف اهاجم بيها، وفي نفس الوقت اللي الثلاثه في خط النص هيبقى عندهم مميزات دفاعيه، ان انا لو عايز اقفل الجيم اخليهم متراجعين لورا عادي والعب على الكاونتر اتاك. هيبقى مروان عطيه، امام عاشور كده. مشكله بقى في الثالث عندي، يعني لو حطيت زيزو لا وحش في خط النص. ابراهيم عادل بيلعب وينج اصلا شمال، يعني لعب ايام زمان مع بيراميدز في البدايات خالص سنه لعب، فمش هيعرف يلعب برضه الحته دي. فانا مش عارف مين الثالث. انت ما عندكش 8 كمان يعني. بالظبط، انا مش شايف حد كوير يلعب 8 في مصر، فعشان كده تريزيجيه لعبها مع كيروش ولعبها كتير يعني. بس تريزيجيه خد بالك اللي هيلعبها هيروح ناحيه اليمين، هيتطرف ناحيه اليمين. ايوه لعبها كتير. لما كان بيلعبها ناحيه الشمال. فانت ليه هتغير امام عاشور احسن لاعب عندك في خط النص
يخليه على الشمال، مع انه ما لعبش الفتره اللي فاتت دي حاجه ما بيلعبش بقاله كتير بالظبط. انا شو بقى 3 شهور ما بيلعبش. انا المفروض ما بيلعبش كمنتخب بقاله بقى كتير اعمل ماتشات البطوله العربيه دي. انا كان ممكن اروح كان باساسيين ممكن عادي. يودي امام عاشور البطوله العربيه بالظبط. امام عاشور كان ممكن يلعب البطوله العربيه. ما احمد مصطفى حسن شوبير قال لك كان بقى ممكن يلعب البطوله العربيه. بالظبط. في لعيبه طالما مش هستخدمها في المنتخب الاولاني، طب ما عايز جهزهم. اجهزهم حتى جهزهم بالظبط. في البطوله العربيه. بالظبط. مشكلة. البطوله العربيه دي كانت يا جدعان فشل، مش فشل عادي يعني، مش مثلا انت خسرت لا هو فشل ذريع، هو فشل تنظيمي هو ذريع. عباره عن أيوة. فشل. فهو عباره عن فشل فعلا مركب. طب انت مين 8 شايف مين 8 تاني؟ ما اعرفش انا، هو التشكيل اللي هو واخده، بص هو هيلعب بال 4 2 3 1 ولا هيلعب ب 3 5 2؟ لا العك بقى له 3 بتاع سنين. العك اللي هو بقى له التصفيات. سنتين لا، العك بيعملها. ده- العك ده التصفيات هبل. ده هيلعب بيه، هو صح؟ نفسه مش فاهمه. لو جيت سالته التشكيل ده ده يا هبل. حسام عشان كده ما حسن، لعبش بيه النهارده في نيجيريا. اي لا ما ده لعبش هبل بيه. خالص. البلاي ستيشن اللي هو تجيب 3 مدافعين وروبرتو كارلوس تحطه مهاجم مش عارف مين تحطه مهاجم والهبل ده كله. وبعدين العب جري. دفاع، ادخل بطوله افريقيا لا، وانا لا. بدافع بمحمد حمدي ومحمد هاني. لا صعبه جدا ما اعتقدش الصراحة. ان هو يعمل كده بصراحه، لكن هو في بس التصفيات انا بس هيلعب محمد حمدي ولا بفتوح؟ هو طول عمره كان معتمد على حمدي. هو يعني أنا حاسس إنه هيلعب فتوح. حمدي مستحيل. حمدي اسرع. عندي إحساس إنه هيلعب فتوح فتوح. احرف شويه، لكن حمدي اسرع. ف ممكن طب انت لو لعب فتوح هيبقى في نص البطوله، لو فتوح مسك مم. فورمه، لكن عمره ما هيبتدي بيه في الاول، او ممكن مع ان اول ماتش حمدي السهل. كويس معاه يعني. عارف ان حمدي معاه. فتوح لعب في الزمالك كتير في خط النص صح. وقت لعب كتير قوي 8 مع اوسوريو. كتير، لعب 8 كتير قوي، ده حقيقي. بس هو ما والفترة جربوش اللي ولا مره. هتلاقي برضو 8 ما ناحيه جربوش الشمال. ولا مره. سيريسكو وحسام حسن مش طب ما هاخد ده ريسك. مكان ابراهيم. بس حسام حسن مش هاخد ريسك ده خالص. لا، ما أعتقدش. وده مكان امام عاشور خلاص محجوز يا ما جدعان. جربهاش ولا مره. طب انت التشكيل متوقع يا رضوان بتاع اول ماتش؟ الاربعه اللي ورا زي ما هو قال كده. يعني الشناوي اول ماتش، الشناوي حمدي بقى ولا فتوح مش عارف، بس انا اعتقد لا ممكن حمدي. حمدي، هاني، ربيعه، ياسر ابراهيم، مروان حمدي، امام عاشور، مروان عطيه، امام عاشور، تريزيجيه، عمر مرموش، صلاح، مصطفى محمد. عمر مرموش تحت المهاجم؟ لا تريزيجيه اللي تحت المهاجم. ازاي ده مرموش اوقع؟ هو مرموش، هو يلعب بالثلاثه دول. يلعب بتريزيجيه ده لو تريزيجيه جاهز، لو مش تريزيجيه يبقى زيزو. متوقع كده برضه. متوقع زيزو، بس ممكن تريزيجيه فعلا اوقع. تتوقع نفس التشكيله، نفس الاربعه اللي ورا ونفس الاثنين مروان عطيه وامام عاشور. كتير قوي حمدي فتحي مش محتاج يدافع. كتير قوي هلعب مروان عطيه وحمدي فتحي قدام زيمبابوي. كتير قوي حمدي فتحي. هنقول كده زي سيبك ماتش زيمبابوي. انا بتكلم عن الماتشات اللي هي الصعبه بعد كده قدام. يعني التشكيل الاساسي اللي هو لو انا رايح اقابل المغرب مثلا ماتش بكره، ده اللي هلعب بيه، اللي هبقى واثق فيه. هيلعب بنفس التشكيل ده؟ لا مستحيل. لا ساعتها ممكن بقى لازم حمدي مهند لاشين بقى وحمدي، مع اني والله شايف مهند لاشين مش حمدي فتحي. انا شايف معاك كده برضه. انا شايف مهند لاشين مش حمدي فتحي. لا انا مش مقتنع بمهند لاشين خالص ولا حمدي فتحي. لا مهند لاشين متدارى في وليد الكارتي وتوريه، متدارى فيهم كده اللي هو يعني انا كنت بحب حمدي فتحي جدا، بس حاسس في الوقره الدنيا هناك ميته مفيش. طب بمناسبه وليد الكارتي انا عايز اسال سؤال، معلش هرجعك لما ورا بيراميدز شويه. اشمعنى وليد الكارتي هو اللي راح لعب مع المنتخب؟ ما هو اصلا بيراميدز اتكسف لما لقى وليد الكارتي هيروح، راح قال لك ايه، خد في واحد عندنا مروان حمدي، خد مروان حمدي. بالظبط. انت عارف قصه مروان حمدي دي برضو مضحكه. حلمي طولان اصلا القائمه كانت نازله مين المهاجم اللي نازل، اللي هو اسمه احمد رفعت بتاع زد. بعدين اول احمد عاطف. وعلى فكره في ناس شفت وهو ماشي الناس كلها بتقول له ده ظلم عشان اتظلم. ده هو قال له شد عجلك بقى يا باشا. لا وطلع قال انه مصاب، وهو الواد طلع قال لك مش مصاب بالظبط كده. بقول لك حاجه كوميديا يا ابني، عك. لا بس عايز اسالكم سؤال بقى. حسام حسن معاه لحد امتى؟ معاه لحد فين في البطوله وما يمشيش؟ معاه لحد فين في البطوله وما يمشيش؟ لو من اول 4 فعلا. يعني لو وصل سيمي فاينل خلاص حسام حسن في كاس العالم. بص انا بالنسبه لي انا لا مقتنع بحسام حسن كمدرب، ولا بحب حسام حسن كمدرب، ولا مش هو بالنسبه لي مش مدرب. يعني انت اصلا نفسك حسام حسن مش هو مدرب مصر كاس العالم؟ بالظبط. بس انا مش هينفع اقول الكلام ده دلوقتي عشان احنا داخلين على البطوله. انا ما بحبش حسام حسن بصراحه، ولا تكتيك ولا اي حاجه خالص. وكان حلمي طولان عنده حق بصراحه. انا ما بحبوش. هو روح اللعيب اللي مش هيعمل اللي هو عايزه هيجلده حرفيا، هيجلده. عايز حد يخوفهم يعني من الاخر. لكن كتكتيك وفن والكلام ده كله هو ابيض. مسك بيراميدز وهي فريق تقيل جدا وابيض. مسك منتخب الاردن ما اعرفش راح بيهم فين، بس ما عملش الطفره يعني. للاسف كل اغلبيه المدربين مصر بالظبط. فهو مسكه حسام حسن عشان يا جماعه نفسه قبل ما يموت يمسك منتخب مصر، وكان عمال يحزق عليه. ده حقيقي. فاهم؟ هو واخوه. ما هو بص اللي بيحصل في حسام حسن حاليا، انا مش بتعاطف معاه خالص. اللي بيحصل فيه من حته حلمي طولان بيهاجمه، مش عارف الناس بتهاجمه. احمد حسن وحسام الحضري برضو ماسكين سف عليه كل يوم على التيك توك. وحسام الحضري بينزل ستوري. حسام الحضري سيبك منهم ينزلوا ستوري. انا حسام الحضري بينزل لو شفت بالك الستوري يقول انا مع عميد العالم الحقيقي، فاهم؟ هو منزل بقى صاحبي يا صاحبي، فاهم؟ فكل اللي بيحصل فيه ده
تحس ان انت حسام حسن تبصها من بره دي ده الراجل مظلوم، لكن هو كان بيعمل كده واوسخ من كده مع كيروش يعني. دي حقيقه كان بيعمل كده، كان بيطلع في ده كل حقيقة. الاعلانات دي حقيقة نفس كيروش القصة. ده ومش عارف ايه صح، وازاي صح. ومش عارف ايه. مم. هي الدنيا بتلف وبتيجي عليه. فانا بالنسبه لي حسام حسن لا يعني طبعا ندعمه لغايه اخر افريقيا، ممكن مم. ربنا يكرمه على فكره وياخدها عادي. كتير قوي مصر دخلت البطوله دي مش مرشحه وخدت ده البطوله حقيقي. يعني، فمش لازم تكون انت لا فاشل هو الدنيا. هيعمل اداء زي ما قلت لك انا، هو ممكن يوصل سيمي ممكن. فاينل سهل يعني. بس البطوله برضه كاس مش أصعب حاجة. العالم له مقاييس تانية خالص يعني، مش مم. هنسبقها دي المكان عليها بعدين يعني، لكن افريقيا هي تجربه ليه، ان لفقت ماشي ما لفقتش تجربه. لا حالتين مش يمشي. عايز تجربه، انا عايز ادخل اخد البطوله. لا مستحيل يا رونالدو. انا عايز يا اسطى مستحيل مستحيل. بس هي اصل للاسف صعبه مستحيل. جدا. انا عندي حاجه برضه يعني ممكن تزعل ناس كتير. صعبة جدا. الجيل ده ما يستاهلش افريقيا الصراحه. مش للدرجه دي. لا ليه؟ انا بالنسبه لي ليه الجيل يا ده عم؟ ما يستاهلش افريقيا والله. لا وصل 2 فاينل. لا مش بتكلم على ادائه. الجيل ده من اميز الناس التكتيكيه في الملعب اللي تنفذ لك خطط في الملعب، من اميز اللعيبه اللي فيها كواليتي حلو يعني، الكواليتي بتاعتها حلوه مش وحشه، وكانت تستاهل لو هشيل بقى كمستوى لعيبه بس يستاهلوا ياخدوا افريقيا. بس انا ما اتمناش ان هم ياخدوا افريقيا كشخصيه بقى. إيه الجيل ده مشكلته معايا في جماهيريه. الجيل ده دايما بيتنطط على الجمهور، الجيل ده دايما شايف نفسه اعلى من الجمهور. الجيل ده لما بيعمل حاجه غلط بيستنى والجمهور ينتقده، بيطلع يحسسك ان انت مش وطني، ان انت مش، وانا ما بحب ده شفت حوار النني قصدك ده؟ محور الجيل اغلبيه الجيل بيتفكر اصل نفس غلط النني ما الطريقه. يطلعش منه كده. انت برضو لو شتمت النني في صلاح بالذات بكره هيطلع يعلمك ان انت ما عندكش منتاليتي فاهم. مم. مع اننا كلنا بنحب صلاح وعارفين آه. ان هو 100% من احسن الاساطير المصري اللي عدت في مصر، بس تقبلوا النقد شويه يا جدعان يعني، لا، ما استحملونا. دي- احنا جمهور. لما انت تبقى طالع ممسوح بكرامتك الملعب قدام الاردن 3-0 ده حقيقي. استحملني، ده حقيقي. استحملني لا ان انا ابقى لا زعلان. لا كنتش مصدق والله، كنتش مصدق. انا بتفرج على الماتش من اول ماتش الكويت. اصلا الكويت مش مصدق، الامارات الدنيا كانت صعبه جدا. بس يعني عندي شويه، مش عايز اقول يعني لازم اللعيبه تسترجل خلاص. هم شافوا تفاؤلك اللي جاي حصل. من فكره ان الاسامي حلوه بتاعت القايمه، مش الاسامي حلوه، الفرقة لا اللي انت رايح بيها اللعيبه فرقة دي حلوة. رجاله. المفروض انت شفت اللي حصل في العرب ده، هتحاول تطلع السمعه شويه، تظبط الدنيا. احنا سمعه الكره في مصر بقت ملط كده كده في المنتخبات. دي حقيقة. احنا في المنتخبات يا جدعان ما بقينا خلاص صح. مش متشافين. دي حقيقه. فلا هم لازم على الاقل يلعبوا بس رجاله. عارف انا ما عنديش مشكله ان انت تلعب كويس، او العب على الاقل شايفك بتلعب راجل واخسر، مش هقول لك ما عنديش مشكله. ما هي دي، ما هو ده حسام حسن، هو هيلاعبك بس. راجل، بس انت تكتيكيا هنشوف بقى. لا ما انا مش حسام قصدي حسن ما راجل كده بيستناش على اقعد حد زعق وخلاص. لا يعني قصدي مش هتلاقي حد كسل، مش هتلاقي حد ماشي بدماغه في المنتخب حتى ما فيهم صلاح. حسام حسن مشكلته انه مش مشكلته، ميزته في المنتخب انه قليل ادب يعني فاهم. هو قليل ادب دي غيرها مثلا يعني مش قليل ادب يعني ما بيسيبش حد من الاخر يعني مهما كان صلاح. لا انت ما عملتش اللي انا عايزه، لا ممكن يشدك في الملعب عادي ويطلعك بره ما عندوش مشكله. بس هي الكوره مش رجوله بس، مش رجوله طبعا خالص ما بالظبط. مستحيل. لا حسام حسن لا اكرم توفيق ده ولا لا اكرم توفيق برضه مفاسة كاتب لها تيشيرت مفاسة. حاجه ما علينا عشان مش عايزين نشتري علينا ماشي. طيب يعني انتوا متوقعين نطلع اول المجموعه دي؟ خلينا نتوقع بقى المجموعات كلها مع بعض. ماشي نبدا بمصر. هقول لك انا المجموعات، نبدا بالترتيب بقى يعني. ماشي. المجموعه الاولى اول وثاني والله اصعب من المجموعه خلاص. لا هات لي اول وثاني من كل مجموعه. ماشي. وبعد كده ممكن تقول احسن توالت لو عايز. خلينا نبتدي اول مجموعه مثلا. يلا بينا. اول مجموعه عندنا طبعا مستضيف مغرب، معاهم مالي في المجموعه، معاهم زامبيا وجزر القمر. مغرب ومالي. مغرب اول مالي تاني بسرعه سريع. المغرب ومالي برضه. مغرب ومالي برضه اول وتاني. مجموعتنا الثانيه على طول مجموعه ب، عندنا مصر، جنوب افريقيا، انجولا، زيمبابوي. مصر جنوب افريقيا. مصر جنوب افريقيا اول تاني. مصر جنوب افريقيا اول تاني ان شاء الله. المجموعه ان شاء الله نصعد احسن ثالث. لا جنوب افريقيا انجولا مصر. المجموعه اللي تلفت انتباهك، خد بالك احنا معانا 4 توالت، فاللي تلفت انتباهك تلاقي منتخب قول لي ده احسن ثالث. يعني انا عندي في المجموعه دي مثلا مصر اول، جنوب افريقيا ثاني، انجولا هتصعد ثالث. انجولا هتصعد ثالث ماشي ممكن. ماشي. نخش على المجموعه اللي بعدها. نيجيريا، تونس، تنزانيا، اوغندا. نيجيريا اول، تونس ثاني. نفس الكلام، نيجيريا اول، تونس ثاني. نفس الكلام، انا تقريبا بقول لكم بترتيب اللي انا مرتبه يعني. فنيجيريا اول وتونس ثاني يعني. ماشي. طيب المجموعه دي السنغال، كونغو الديمقراطيه، بوتسوانا، بنين. السنغال اول، كونغو ثاني. وكونغو مين ثاني؟ كونغو الديمقراطيه وبوتسوانا وبنين. لا زي ما قلت السنغال وكونغو. السنغال برضو اول، كونغو ثاني. عندي بنين هيصعد ثالث بالنسبه لي يعني، ده المنتخب الثاني اللي هيصعد من احسن توالت. ماشي. نيجي لمجموعه الجزائر، المجموعه الخامسه. عندنا الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائيه، والسودان. يا بوركينا ولا الجزائر؟ بس الجزائر اخر فتره مش حلوه. بوركينا اول، الجزائر ثاني، ثالث ورابع التانيين بقى مش فاكر.
غينيا الاستوائيه والسودان. وغينيا الاستوائيه هتصعد احسن ثالث. معاك في النقطه دي. كمل. بوركينا برضو الاول والجزائر الثاني. لا مختلف عنكم شويه، جزائر اول، بوركينا تاني، والتالت من غينيا الاستوائيه هتصعد من احسن توالت يعني. ماشي. عندك اخر مجموعه بالنسبه لي اقوى مجموعه موجوده في البطوله اصلا. كاميرون، كوت ديفوار، جابون، موزمبيق. عندي سؤال، كاب فيردي ما صعدتش؟ لا كاب فيردي ما صعدتش ولا غانا صعد. غانا انا عارف، بس كاب فيردي صعدت كاس عالم. كاس عالم. قلت تاني بقى المجموعه كده. كاميرون، كوت ديفوار، جابون، موزمبيق. كوت ديفوار اول، كاميرون تاني. ومين تاني منتخبين التانيين؟ وجابون هتصعد احسن. جابون وموزمبيق. جابون ثالث. ممكن الجابون نفس الكلام. انا جابون من احسن توالت. كاميرون الاول، كوت ديفوار الثاني، جابون لا كوت ديفوار الاول، كاميرون الثاني. اوكي ماشي. انا قايل كوت ديفوار الاول وكاميرون الثاني. احنا كلنا زي بعض ما عدا بتاع الجزائر بس. مش انا عامه لو مشينا على نفس الترتيب ده انا ممكن اديك القرعه بتاع دور ال 16 كلها يعني بنفس، لو احنا مشينا بنفس التوقع. ناخدها خطوه خطوه. لا استنى نعدي المجموعات الاول. خلاص نعدي المجموعات ونعمل نعدي المجموعات وبعد كده نشوف يعني خلاص احنا ضامنين اول. يعني اول يعني يا رجاله مجموعه. لا يا جدعان ما تسخروش يا جدعان. لا اول بس صعود. لو حصل مفاجاه هتبقى تعادل قدام جنوب افريقيا بس. ممكن تتعادل وتصعد اول. يعني تروح على زيمبابوي. لا بيرسي تاو هو تاو لسه بيلعب في جنوب افريقيا تقريبا. تقريبا بس لازم اصلا ما صعدناش بقى. لا يعني اقسم بالله هنعمل ايه يعني؟ حسام حسن خليه هناك هو الرجاله. هنعمل ايه انا عشان اعمل حاجه؟ طب خلينا نختم الحلقه بحاجه. يلا بينا. بس عايز اخد رايكم فيها حاجه كده سريعه. اللقطه اللي اتشهرت الفتره الاخيره اللي هي بتاعت ابراهيم فايق ومحمود فوزي. محمود فايز. اللقطه دي عشان في ناس كتير علقت عليها، فانا عايز اسمع ارائكم في الحته دي يعني. انت مع مين في الحته دي؟ كنت شايفها ازاي يعني اللقطه دي؟ انت شفت اللقطه صح؟ شفت اللقطه. انا شايف عادي الصراحه. كده في كارثه طلعت قبل كده. الكارثه طلعت قبل كده يعني، فده مش هيجي حاجه جنب الفضيحه اللي فعلا طلعت على الهوا يعني، بتاعت ميدو وحازم امام وعبد الغني. فهو لا بس هو يعني انا شايف هو طبعا ابراهيم فاكر عايز خلاص يعني انت يا حبيبي. انت عارف بس محمود فايز متاخد من اللجنه الفنيه للكاف عامه. لسه متاخد اول امبارح بقى. هو من ضمن 6 هم اللجنه الفنيه للبطوله. يشوف هم عاملين لجنه فنيه، الكاف عملت لجنه فنيه تشوف بقى كل منتخب ايه الطرق الجديده للتفكير، طرق اللعب، ريت لكل فرقه، اللعيبه. لو نجح في افريقيا مش هينجح هنا في مصر. خدوا ايه؟ خدوا محمود لا مش مع مصر لكل المنتخبات. ايوه انا عارف، انا بقول لك ادام اتاخد من افريقيا خدوا المفروض احسن 6 أو 7 محللين في. طب والكابتن حلمي طولان فين؟ خلاص بقى ولا عليه. بس رايي انه هو الناس يعني هو بس انا مشكلتي لما الخلطته الوحيده مش انه عمل حركات وراس عادي يعني، مش لازم يبين حزنه على فكره. انا مش لازم اطلع اعيط وكلنا ما كناش طايقين الدنيا بس مش هنزل اعيط يعني. بس مشكلتي لما سالوا قال له اتكلم بحماس. اتكلم بقى عادي. حتى ابراهيم قال له طب ما انت اللي انت قلته دلوقتي هو اللي قلته قبل كده. دي اللي بينت ان انت بتحاول ان في فيك في الموضوع. هي دي اكبر غلطه ان انت قلت اتكلم بحماس ولا. طب انت شفتها ازاي يا مارك؟ بس شايفها لا يعني مش حاجه كبيره قوي، لكن انا بالنسبه لي هو يطلع يعتذر لان هو ما ينفعش يكون ده كويس يعني. ما ينفعش يكون الناس كلها قاعده زعلانه وغضبانه من اللي حصل وانت طالع بتتفه او حتى لو مش على القهوه يعني. يعني حتى لو ما فيش كاميرا وانت واقفين انتوا الثلاثه ما ينفعش ان انا اضحك واهزر. فاهم؟ الناس بره عماله تشتم وتزعق. هي الفكره غضب شديد جدا. والناس عماله تزعلهم اصلا وانت قاعد بتهزر وبتعمل كده. طب لما تخش هزر. لا لما عمل ببقه ده يعني لما تخش جوه خلاص محدش شايفك، انت حر في نفسك بقى اعمل اللي انت عايزه. بس ما توصلش الناس الموضوع مش همك ومش فارق معاك. حتى لو ده حصل بقى هم اكيد مش كده، بس حتى لو ده ما توصلهمش يعني ان الدنيا عادي يعني. فاهم؟ لا ابراهيم فايق لسه قدامه بسبب جديد. يعني لا بس انا حسيت احساس بص مختلف سيكا يعني. بس اللي عمله ابراهيم فايق هو برضو اضرب مصلحته وبشغله وبطريقته، بس العصبيه اللي كان فيها والزعيق الاوفر ده انا حاسه كان فيه افوره يعني. ايوه من ابراهيم فايق. ايوه ليه بقى كابتن هو شاطر في كده. ايوه بالظبط، هو بيعمل شويه اعلامي برضه عشان بس انا بصراحه يعني انت اصلا عارفين انا بحب ابراهيم فايق. انا كلنا بنحبه. انا بحبه جدا. بس انا عايز اكمل النقطه يا رضوان. هي الفكره في حاجه الافوره في حاجه ايه، هو كده عايز يعمل شو اعلامي وكل حاجه، بس ابراهيم انت جوه المطبخ بقالك سنين وعارف الدنيا ماشيه ازاي عندنا، فانت كنت متوقع ايه يعني انت كنت لا بس يا اسطى هو انت ما حدش كان متوقع. لا انا مش شايف بجد انا مش شايفه مأفور الصراحه، لانه هو خلي بالك مأفور يا عم. هو معلش هو حلمي طولان ده كان بيطلع في انهي برنامج؟ البرنامج بتاعه بيطلع يعمل ايه؟ بيطلب لبن وسندوتش جرجير. كان بيطلع يعمل ايه؟ يحلل الماتشات ويقول رايه، وابراهيم فايق يقول فعلا برافو وبتاع. برافو ايه؟ انت عبيط يا ابني. هو انت بتهاوده؟ هو عشان كبير في السن
انت راجل بقى يعني كبير في سن كابتن يتهاودوا. ابراهيم فايق محترم برضه. ايوه وجايبه قبل ماتش الزمالك والاهلي توقع مدرب الزمالك لما كان موجود وبتاع، قال لا اصل احنا لسه محتاجين نشوف المدرب. ما هو معانا من اول الدوري، محتاجين نشوف انا ايه. مستني حلمي طولان في حلقه المواجهه. طبعا هيجيبوا لما يرجعوا بس مصر حلقه في الحته الثانيه برضه. بس انا مش شايفه اوفر لان فعلا المنتخب لا يعني بص، لان انت برضه اللعيبه كانت فعلا اصلا حط نفسك قدام الرياكشن. ممكن هو يكون حماية اكتر مننا، بس انا الرياكشن بتاع لا محمود فايز او ممكن لا ما خلي محمود فايز دي بعدها بيوم، يمثلني الصراحه. قصدي في نفس اليوم بعدها بشويه يعني بس بس مش خلي الناس بالك- زعلانه، مش قدام الناس حتى. ايه يعني راعي ان الناس زعلانه مش قدام الناس. لا بص هو انت فاكر دخلت موضوع دلوقتي بتتكلم عن ابراهيم فايق ولا عن محمود فايز؟ بتكلم عن الاثنين عشان نختم سريعا. يعني انا لان بتكلم اصل سريعاً. ابراهيم فايق واقف بيتكلم وشايف الناس مفشوخه وطبعا بقى حد سف مش عارف ايه، فهتلاقيه اتحمق. ماشي ممكن يكون فيها زي ما انت قلت سبق اعلامي او ايا كان، بس هو الصراحه لا اللعب مش كان حوار زي سبق، الزفت. هو كده دي شغلته وهو شاطر فيها قوي. بالظبط جدا بصراحه. بس هل هو ابراهيم فايق من جواه هل هو بيتعصب العصبيه دي؟ لا، ما أعتقدش. ما اعتقدش. دي بالنسبه هو لإبراهيم شاطر فايق. في القصه دي، خلي بالك. الحته الثانيه بقى انا شايف ان الرياكشن طبيعي. هو فكره بس ان هو قدام الكاميرا، هو ما كانش يعرف ان هو قدام ما الكاميرا. كنتش اعرف عشان كده بقول لك عادي. ماشي. انا بس عارف. ردة الفعل دي حرفيا انا كنت عاملها وانا قاعد في البيت. يعني انا قاعد بتفرج قلبت معايا هستيريا ضحك. ايوه اللي هو ماشي. خلاص. هو خلي بالك هو وانت برضه في البيت بيهزر حاجه ايوه وانت قدام هو الجميع مش واخد باله. لا بس مش خلي واخد بالك باله. وغير كده هتلاقي يا جدعان واخد اللي ورا باله ازاي؟ مش واخد باله ان هو لايف، ان هو على الهوا. حتى لو مش لايف سيبك من الكاميرا خالص، انسى ان مفيش كاميرا. لو لا، حد لو على الناس في طبيعته بقى يا الاستاد، مارك، على طبيعته. ايوه ما هو الناس في الاستاد لا بس زعلانه. انت خلي بالك ان انا هتلاقي زعلان في بس حد يعني ورا معايا الكاميرا، ضحك خلاص. في حد ورا الكاميرا يا جدعان برضه بيهزر معاه. ايوه هو كان بيكلم حد من اللي ماسك الكاميرا، ما انا هو عارف. حتى قال كده. فهو بس الفكره انه حتى لما ابراهيم فايق قال له احنا لسه على الهوا ما استوعبتش، وعمال يعمل راح عامل كده إبراهيم اتعصب أوي. وباصص يمين ادى وشمال. وش الكاميرا، وش لا الكاميرا. وعجبني قوي الثقه، بيقول لعماره يا عماره انت ما تحوش لللايف بتاعك. ابراهيم فايق احنا على الهوا على الهوا. قاعد يقلب يمين وشمال مسخرة والدنيا. بس انا بس مش يعني تعدي له يعني انا مش بطالب اي حد اللي هو يبقى لازم تبقى زعلان. انت ادام عارف اللي فيها اللي بيحصل ده حصل مليون مره قدامك، فانت خلاص بقى عندك تناحه من اللي بيحصل. لا. يعني انا بحب الصراحه حاجه زي بركات مثلا قاعد في المجلس هزار وضحك لا بس خلي بالك بس برضه لازم، يعني انا شايف حته، يعني مثلا انا فاكر برضه ساعه الفتره كان في فتره كده ساعه حوار صلاح والناس، ساعتها ابراهيم فايق طلع زعق وقال ايوه عادي قول لو انت شايف ان صلاح مش حلو. لما الناس كلها قعدت تقول انتوا جايين على صلاح ليه؟ هو انت بص يعني انا ما ينفعش اقعد اضحك خالص، وفي نفس الوقت هو اللعيبه اكيد لما ترجع هتشوف اللي قاله ابراهيم فايق او ايا كان يعني، فلازم يعرفوا الناس متضايقه. يا عم هتفيدك لازم. ليه؟ هو انت اصلا هو انت اللعيبه دي اللي انت رايح على المنتخب ده مش هتستفيد منها انت كمنتخب مصر. انت عارف خلاص ايا كان مش فين شرط اللعيبه، بس هو انت عارف مشكلتك لا فين في وهو مصر. خلي بالك كان بيزعق لهاني ابو ريده. الكلام ده كان يا عم على عينه وعلى راسه. هاني ابو ريده هو السبب كل مره نفس الموال ده. هو كل مره ماشي، ما هو كل مره إبراهيم- ابراهيم فايق بيطلع يزعق بعد كل ماتش. ماشي. طب ما هو ده اللي في ايده او هو ده اللي في ايدينا احنا بنتكلم. وفي الاخر بتستضيف كل بتوع اتحادات الكوره ده، ماشي. كل الاعضاء ما هم اللي هناك دول اللي جوه انت للأسف- بتستضيفهم. للاسف هم دول اللي موجودين في الساحه، هيستضيف طب مين؟ ماشي يبقى احنا عارفين المشكله فين. انا مش بدافع عن ابراهيم، انا كده انا بحبه يعني، انا بس برضه مش بغلط بس ابراهيم. برضه مش بدافع عنه، بس بقول لك يعني هو دول اللي موجودين. ما هو لما بص يا بيستضيف جماعه عايزين نفنش عشان الوقت اتحاد برضه، الكوره اللي جايب مش اللجنة عايزين ندي الفنية. الحته دي اكتر من حجمها. اه بس هي النقطه الاخيره اللي عايز اختم بيها اللي هو ايه، انا مش بلوم ابراهيم ولا كل حاجه، بس احنا كلنا عارفين ان الغلط لا هو مبني على حلم طولان. الغلط اتحاد كوره 100% بالظبط. بس. فاحنا بنبقى عارفين الغلط فين نطالب بتغيير. بس هو احنا الغلط. للاسف ما قدرناش غير ان احنا ندعم المنتخب 100%. للأسف. كده. بس يعني يا رب يحصل اي حاجه كويسه يعني. لازم الصراحه انا شايف باللعيبه انا مش فارقه معايا حاجه ان في لعيبه. انا عندي المره دي عندي ثقه يعني، ما عنديش حل غير ان انا اثق في اللعيبه دي اللي موجوده بس وعايزين الشعب يتبسط شويه يعني. ده حقيقي. ماشي ده حقيقي. انا يا جماعه والله كنتوا وحشنا جدا. يا رب تكون القعده عجبتكم، ولسه كده استنونا بعد اول ماتش هنرجع نتقابل تاني ونتكلم. نشوفكم في حلقات تانية. سلام.